اجمل واحلى صينيه سمك هتعمليها على طريقه روني تيوب. بجد هتنبهري من الطريقه، حلوه جدا وكمان بطعم مختلف وريحه جذابه جدا هتقلب البيت كله. وكمان مش هبالغ لو هتوصل لاخر الشارع. وكمان شويه رز بسمتي، حاجه كده بقى صحيه وجميله ومفيده لاولادنا جدا جدا. هنعرفها مع بعض استخدمنا ايه عشان يدينا اللون الرهيب الجميل التحفه ده. فضلا لايك واشتراك ليصلكم كل جديد. اهلا بكل متابعين الكرام في كل مكان. اول حاجة هنبدأ بيها وهي اختيارنا لنوع السمك المفضل بالنسبة لنا، وكمان يكون السمك فريش وحلو كده وطازة. اول حاجة هنبتدي بالتتبيلة بتاعتنا وهي سهلة جدا، عبارة عن توم بودرة وبصل بودرة وتوم فريش وبابريكا وشطة وكمون وملح. دي كده البهارات الجافة. نيجي بقى على البهارات السايلة وهي عبارة عن الخل والليمون. نبتدي كده نخلط المكونات مع بعضها كويس جدا. نبتدي نتبل السمك بتاعنا بالتتبيلة الجامدة دي. بجد التتبيلة دي حلوة جدا، يعني كتري فيها الخل شوية هيديكي النتيجة المظبوطة لصينية السمك بتاعتنا. طبعا السمك عندنا منضفينه زي الفل. هبتدي كده اتبل السمك، ومحتاجة ان السمك يقعد في التتبيلة عندي شوية لحد ما جهز بقية وصفتنا. بس مش محتاجة ان السمك يقعد في التتبيلة قيمة ساعة او ساعتين، مش اكتر من كده. واول سر معانا في وصفتنا النهارده للرز وهو الجزر الصعيدي. الجزر الصعيدي دوت مختلف تماما عن الجزر الاصفر، بس هو نفس الطعم. يعني كأنك لو مغمضة عينك كده كأنك بتاكلي الجزر بتاعنا العادي، بس دوت فايدته اكتر واحلى، وكمان يعني لونه كده تلاقوه كده عامل زي البنجر وجميل جدا. تمام. هو البياع قال لي كده ده اسمه الجزر الصعيدي، فنادرا لما بلاقيه في السوق. اول حاجه كده جبت حله معايا ونزلت فيها بشويه من الزيت، وكمان بصلايه واحده ترانشات. ومحتاجه بس كده اني اديها لون ذهبي غامق شويه، مش محتاجاها ان هي تتحمر زي رز صياديه بتاعنا. انا هكتفي باللون اللي هيطلع معايا من الجزر. تمام. اخدت خلاص معايا كده اللون الحلو، ونزلت عليها ببشر الجزرايه اللي عندي. ابتدي بس كده اقلب فيهم كويس جدا. وانا هنا نزلت بالرز بعد ما غسلناه. طبعا الرز اللي استخدمته عندي هنا رز بسمتي، هو انسب جدا للوصفه دي. يعني بلاش تستخدمي الرز المصري، الاحسن الرز البسمتي هيديكي نتيجه بيرفكت. تمام. شوحنا كده الرز شويه مع البصل والجزر، ونزلت عليهم بكميه الميه المناسبه. نزلت كمان بشوية من الكمون ومكعب من المرق. الطريقة حلوة جدا وسهلة مفيهاش اي حاجة. وبصراحة انا ما كنتش متخيلة ان لون الرز يطلع معايا بالعظمة دي. بجد عظمة، لون مختلف وجميل ما شفتوش في اي حتة تانية. ومختلف، حاجة مختلفة كده. وبصراحة الضيوف انبهروا، يعني ما كانوش مصدقين ان ده رز كده عادي. يعني شايفين جماله كده بعد ما استوى، حاجة زي الفل. والكل متابعيني اللي طلبوا مني فيديو عن السمك ينفع في العزومات، وكمان حاجة تكون كده تشرفك وجميلة جدا، هنزله لكم دلوقتي اعلى الشاشة في الاي. جبت كده على النار الصينية اللي هستخدمها على طول في الفرن عشان ما كترش مواعين وخلاص. نزلت فيها بشوية من الزيت وكمان ترانشات من البطاطس الى حد ما رفيعة. طبعا السمك ما بياخدش وقت في الفرن، فمش عايزة يكون السمك استوى والبطاطس لسه نية او جامدة، فتبقى الحاجة مظبوطة افضل طبعا وتديكي نتيجة اسرع.
زي ما حضراتكم شايفين كده انا اديتها بس كده اللون الذهبي من الوشين، بس طبعا هي لسه نيه. نطلعها كده على مناديل المطبخ تصفي بس كميه الزيت اللي فيها. نيجي بعد كده على التتبيله اللي هتبل بيها البطاطس، اللي هتديلي الطعم يعني روعه بزياده. نزلت كده بفص من الثوم وكمان شويه من البقدونس. انا عندي هنا البقدونس مجمد، بس طبعا الافضل يكون فريش، بس ده اللي كان متوفر عندي وقتها يعني. وكمان شويه من الكمون وشويه من الكزبره ورشه كده من الملح. التتبيله دي حلوه جدا، جربوها على ضمانتي، بصوا هتوديها في حته تانية. نزلت كمان بشويه من الخل. لو تلاحظوا ان كميه الخل في الوصفه هنا عندي اكتر من كميه الليمون. تمام، ادي الكزبره اهيت وكمان رشه من الفلفل الاسود. نخلط كده المكونات مع بعض كويس جدا. ما ضفتش طبعا لا زيت ولا حاجه، طبعا البطاطس عندي مقليه فمش محتاجه ان احط زيوت زياده. كده انا صفيت خلاص الطاسه عندي او الصينيه عندي من الزيت خالص، وهبتدي ارص فيها كده البطاطس اللي قليناها نص قليه كده زي ما حضراتكم شايفين. رصينا كده الكميه. طبعا تقدري تزودي او تقللي زي ما انت عايزه، تقدري تحطي جزر، يعني الخضار اللي انت عايزه تحطيه تقدري تحطيه. الخلطه بجد ريحتها حلوه جدا، الثوم والبقدونس. جربي الوصفه دي بجد على ضمانتي، يعني هتشكريني عليها واكتبي لي في الكومنتات. رصينا كده الخلطه بتاعتي على البطاطس، وطبعا السمك عندي هنا اتبل وبقى زي الفل خلاص، وريحته كمان حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. حاجه بجد كانت عزومه تشرف. رصينا كده السمك بتاعنا. حاولي كده تظبطي، طبعا الشكل مهم جدا طبعا. هنا طبعا كانت الخلطة بتاعتي قلت شوية فزودت نفس الكمية تاني، حتة توم وبقدونس ونفس البهارات هي وابتدي كده ارص من الخلطة ديت على السمك. لكم ان تتخيلوا الطعم كان عامل ازاي، طعم وريحة وجمال وحاجة كده جديدة اول مرة تدوقيها وطعم مختلف بجد، يعني وصفة تتحدي بيها اي مطعم. حضرت كده معايا ترانشات من الطماطم وكمان ترانشات من الليمون عشان تكسر معايا كده اللون وتبقى حاجة كده تشد العين وجميلة جدا. قرنين فلفل بقى كده يظبطوا الكلام، بس طبعا الفلفل عندي حامي جدا فانا قطعته كده من النص وحطيته زينت بيه الصينية بتاعتي. شايفين كده شكل الصينية بعد ما طلعت معايا من الفرن جميلة جدا. مقادير الوصفة هسيبها لحضراتكم في صندوق الوصفة مع رابط فيديو مميز من اختياري، وكمان في شاشة النهاية هسيب لحضراتكم 2 فيديو مميز من اختيار المتابعين. رب تكون فيديوهاتي بتعجب حضراتكم وكمان بتستفيدوا منها وبتجربوها. شكرا لحضراتكم على الدعم اللي بتقدمهولي، اللي بتخليني بجد اني استمر واقدم لكم كل حاجه جديده حضراتكم تحبوها، واي فيديو حضراتكم تحبوا اني او اي فكره اقدمها على القناه جديده ممكن ان انا انفذها لكم بوصفه حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم.